الخبر اللي بعد كده المسحول. مسحول هو المواطن المسحول كما يعني اتفق على تسميته في وسائل الإعلام والصحف. اليوم غادر مستشفى المطرية وينتظر التحقيقات. والحقيقة أنا هقف وقفة هنا لأنه إحنا كان المفروض النهاردة نذيع لقاء مع المواطن حمادة صابر، وأنا رحت يا ريت أستاذ محمد طلعت المخرج ينزل لنا الحاجات اللي احنا صورناها. رحنا مستشفى المطرية مع فريق العمل، فريق صح النوم، بعد اتفاق مسبق مع أقاربه، بالتحديد يعني ابنتيه رانيا ورندا وابن شقيقه. ووصلنا للمستشفى، ويمكن حضراتكم شايفين انا واقف قدام العلاج المتميز اللي هو فيه، وجهزنا الكاميرات وخلاص وهنخش. فوجئنا بشخص بيقول انه قريبه، وشخص اخر قال انه شقيقه، وبنتينه كانوا واقفين معاهم، وطلبوا مننا الاول الاسئله. فقلت لهم يعني مفيش مشكله اوريكم الاسئله، بس تعالوا نقعد. فقال لا قبل ما تخش. وبعدين دخلوا ورجعوا بعد يعني انتظار ومفاوضات. طلبوا مبلغ من المال. كم بقى؟ طلبوا من البرنامج 20,000 دولار. والله العظيم طلبوا كده 20,000 دولار. فانا طبعا استغربت، قلت لهم هي القنوات يعني يمكن في قناه او قناتين كانوا سجلوا قبل ما احنا نروح. فقالوا احنا خدنا من احدى القنوات الخاصه 20,000 جنيه واكتشفنا انه اتضحك علينا، فعملنا تسعيره 20,000 دولار عشان نسجل مع المواطن المسحول حمادة صابر. طبعا انا يعني ضحكت ضحكه ساخره، وقلت له يعني ده يعني لو جاي كائن من الفضاء مش هندفع له هذا المبلغ، وخصوصا ان احنا يعني مش مساله قيمه المبلغ او انه كبير او قليل. المبدا في حد ذاته ان انتوا اتفقتوا معانا نيجي نصور، وكان فريق الاعداد عندي بشكل واضح قال له احنا هنيجي نصور مع الساعه كذا، يناسبكم كام، واتفقنا على كل ده. ما قلتوش ليه من الاول ان انتوا عايزين فلوس؟ فقالوا لانه قريبنا ده ظهر النهارده وهو اللي ماسك الحديث مع وسائل الاعلام والتنسيق مع وسائل الاعلام. قريبهم ده لقيته كده حد بادي جارد كده واقف، وكان بيتعامل بغلظه شديده. وفضلت ان انا وفريق العمل ان احنا نمشي بعد ما صورنا المدخل المستشفى ومدخل العلاج المتميز اللي هو فيه حمادة صابر.